إحنا فعلًا بنخاف من الوحدة والّا بنخاف نقعد مع نفسنا؟ أهلًا بيك يا عزيزي في مساحة فراغ جديدة. خلاص أنت عرفت نظامنا، هات معاك كوباية الشاي وساندوتش الحلاوة، بس برضه النهارده هتلاقي معايا كوباية القهوة، وزي ما قُلت لك قبل كده، إذا لقيت معايا كوباية القهوة تحسّس مسدسك من تحت الطاولة. أهلًا بيك. في لحظة معينة كلنا بنجرّب نسكت، بس أول ما الدنيا بتهدى بنبتدي نسمع الصوت اللي جوانا، والمفاجأة إنه مش دايمًا بيشجعك. أحيانًا بيبُص لك كده ويقول لك هو إيه اللي وصلنا له ده بعد كل السنين دي؟ هاتخيّل معاك كده بعض القصص كده خيالية في مساحة الفراغ اللي إحنا فيها. تخيّل واحد كل ما يرجع من الشغل أول حاجة بيعملها بيشغّل التلفزيون، تمام، حتى لو مش بيتفرّج، المهم إن هو ما يسمعش الصمت، يمسك الموبايل يسكرول عليه. تحس كده إنه حاسس إن الصمت ده زي ما يكون ضيف تقيل هيقعد معاه ويقول له: "فاكر الحلم اللي كنت بتحكي عليه من 5 سنين؟ طب أخباره إيه معاك؟" طبعًا أنت هتكون إجابتك ببساطة تقوم تاكل، تتصل بحد، تفتح الفيسبوك، المهم أي حاجة غير إنك تجاوب عليه. تخيل برضه معايا إن في واحد قرر يواجه الموضوع ده في يوم من الأيام، وقعد يوم كامل من غير ما يستعمل الموبايل، قال لك أنا هاقعد بقى في وحدة تامة. في الأول زهق، وبعد شوية اتنرفز، وفي الآخر سأل نفسه سؤال بسيط: لو أنا مش قادر أقعد مع نفسي ساعتين، الناس التانية بتحملني إزاي كل يوم؟ هيضحك كده مع نفسه ويفكر، مش لأن السؤال سهل، لكن لأنه أخيرًا فهم إن الوحدة مش عدو، الوحدة مراية، ولو خايف تبُص فيها يبقى المشكلة مش في المراية. تخيل برضه معايا لو صوتك الداخلي ده اللي جواك عامل زي صاحبك اللي ما يعرفش المجاملة، تمام؟ أنت بتقول محتاج وقت لوحدك، بس لمّا الوحدة بتيجي بتقفل عليها الباب وتخرج أنت. هو مش بيقولها لك بقسوة، هو بس عارفك أكتر من نفسك. تخيل بقى قرر الصوت الداخلي ده بقى إنه يكمل معاك بقية اليوم، ويبدأ يقول لك بقى إيه: تعالَ بقى كده يا سيدي نشوف أنت طول اليوم في الشغل وبتحاول تبين إن أنت بقى راجل مركّز ومنتج والسوبر هيرو، وكل زمايلك في الشغل شايفينك ملتزم، ومديرك شايفك مسؤول، لكن أنا بقى اللي فاهمك وشايفك وسامع كل فكرة جاية في دماغك. يا ساتر أنا نسيت أعمل إيميل ده، يا نهار أبيض ده طلبوا منّي التقرير، أنا نسيت أعمله. وبعد الشغل ترجع البيت المفروض ترتاح فيه، بس بدل ما ترتاح بتفتح الموبايل، تشوف السوشيال ميديا، تشغّل لك مسلسل، أي حاجة بس ما تقعدش مع نفسك. ليه بقى؟ عشان لمّا هتقعد مع نفسك هتسمع صوتك الداخلي، أو زي ما هو بيقول لك هتسمع صوتي وأنا باضحك. هيقول لك شايفك دلوقتي الساعة 22:00 حاطط السماعات في ودنك وحاسس إنك مش لوحدك، بس أنا معاك. وعايز أسألك بقى، إمتى آخر مرّة كنت صريح مع نفسك؟ الأسوأ في الموضوع ده إن أنت لمّا بتحاول تتهرّب من صوتك الداخلي ده وتقول له مش حاسس بحاجة كُلّه تمام، يقول لك أنا عارف. بس الحقيقة أنت مش بتتهرّب من الوحدة، أنت بتتهرّب من نفسك. يعني كل مرّة تقول أنا مش فاضي أركّز على نفسي، عندي شغل، أو مش فاضي عندي البيت والمصاريف، كل دي حِجج. هو أنت فعلًا مش فاضي؟ لأ، أنت خايف تشوف اللي صوتك الداخلي شايفه، إنك نسيت تحب نفسك شوية وتدّي لنفسك يعني دقايق كده فيها لحظات حقيقة بعيدًا عن كل الناس وعن المهام. تعالَ كده نختم الكلام ده ونقول الحقيقة إن طول الوقت إحنا بنجري ورا كل حاجة، ورا الشغل، ورا البيت، ورا الاجتماعات، الموبايل، الأفكار، الضحك مع الناس، كل حاجة، المهم إن إحنا ما نقعدش مع نفسنا. بس لمّا تُقف دقيقة وتسيب كل حاجة، هتلاقي إن الصوت اللي جواك ده مش عدوّك، ده خايف، تمام، ده خايف عليك، يعني أنت خايف منّه وهو خايف عليك. اعتبره صديق غريب كده، هو بيضحك على غلطاتك، بس هو كمان بيورّيك الطريق اللي أنت بدأته وأنت صغير، حلمك اللي فكّرت فيه، الطريق اللي نسيت تكمّله، الطريق اللي ممكن تلاقي فيه نَفْسك. يعني الوحدة مش هي الوحشة، الوحشة إنّك ما تعرفش تتكلّم مع نَفْسك وتسمعها، والشجاعة مش إنّك تهرب من صمتك، الشجاعة إنّك تقعد وتسمع وتضحك حتى لو ضحكت على نَفْسك أول مرّة. جرّبها كده، تمام، حُط لنَفْسك قاعدة، دقيقة واحدة من صمتك تساوي دقيقة واحدة معك. يعني صمتك، تمام، هيخلّيك تقضّي مع نَفْسك دقيقة واحدة، وصدّقني بعد الدقيقة دي هتلاقي كل حاجة تانية سهلة. إيه اللي هيحصل؟ أنت هتكتشف لوحدك طالما قدرت تتصالح مع نَفْسك. الخلاصة يا عزيزي
السؤال اللي بيطرح نفسه ليه الوحدة بتخض؟ ليه الوحدة بتخوف؟ مش عشان الوحدة يعني حاجة سيئة، لا لا لا، لكن عشان أول ما بنقعد لوحدنا بنواجه نسخة مننا مش محضرين لها رد. الوحدة بتعمل لك زي المراجعة الداخلية كده، تقول لك طيب يا باشا ليه عملت كده؟ ليه سكت؟ ليه موهبتك واقفة في الانتظار؟ ليه ما طورتش نفسك؟ ليه ما حققتش حلمك؟ أسئلة أنت ما بتعرفش ترد عليها. احنا مش بنهرب من الوحدة على فكرة، احنا بنهرب من سؤال جاي من جواه. انت مين ورايح فين؟ يمكن أول خطوة، تمام، محتاجة ان انت تتصالح مع العالم. في البداية ان انت تتصالح مع نفسك، ولما الصوت الداخلي يجي يكلمك اقعد معاه، ما تسيبوش. يمكن يطلع مش ناقد، يمكن يطلع حد كان محتاج يسمعك، حد محتاج يفهمك، او انت محتاج الشخص ده عشان يرجعك للطريق الصح. طالما اتكلمنا على الطريق الصح فانت عارف طريقك طبعا لخارج مساحة الفراغ. يا ريت تقفل وراك الباب وانت خارج، متنساش تاخد معاك كوباية الشاي بتاعتك وتسيبني انا اكمل قهوتي. وافتكر ان احنا قد نلتقي او لا نلتقي، لكن الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.